النهارده هنعمل مع بعض بسكوت النشادر بالماكينة. قد ايه هو هش وخفيف جدا، وشايفين الشكل بتاعه. طبعا في ناس كتيرة قوي بتحب شكل الخرفشة ده في بسكوت النشادر. طبعا بسكوت النشادر لا غنى عنه في اول ايام عيد الفطر. كل عام وانتم بخير. خلاص قربنا على ايام العيد. شايفين قد ايه البسكوتة دايبة جدا. طبعا والاختبار بتاع البسكوت كوباية الشاي بلبن. هننزل كده البسكوتة. هتشوفوا قد إيه البسكوتة بتسقّط وتدوب كده في كوباية الشاي بلبن. هو ده اللي إحنا عايزينه، إن البسكوتة تدوب في كوباية الشاي بلبن. النهارده هادّيكِ المقادير المضبوطة لبسكوت النشادر. معايا 350 جرام من السمنة البلدي أو أي نوع سمنة أنتِ بتفضّليه، بمقدار الكوبايات كوبايتين إلا ربع. يعني كوبايتين إلا ربع من السمنة هيدّوني 350 جرام من السمنة. بانزّل كده كل السمنة من الطبق. بعد كده هاضيف عليهم كوبايتين إلا ربع من السكر البودر. طبعًا وزن السكر البودر 240 جرام. فيكِ إن أنتِ تزوّدي ممكن تزوّدي لغاية 300 جرام. طبعًا كثافة السكر غير كثافة المادة الدهنية. يعني دي كوبايتين إلا ربع ودي كوبايتين إلا ربع، بس دي وزنها 240 جرام السكر، السمنة 350 جرام. أنا معايا هنا 5 بيضات صغيرين، حطيت عليهم روح الموز. طبعًا بتضيّع الزفارة، وعليهم ربع معلقة من الفانيليا البودر، ومعلقة من قصانص الحليب. كل ده منكهات عشان تضيّع الزفارة. طبعًا بعد ما خفقت السكر والسمنة وهاشوا معايا بالشكل ده وبقي قوامهم كريمي، بانزل عليهم ببيضة بيضة. ما تنزليش بالبيض دفعة واحدة علشان البيض ما يفصلش معاكِ السمنة. تنزلي ببيضة بيضة علشان تهيّش معاكِ الخليط. يبقى الخليط معاكِ هايش، ويديكِ بسكوتة بعد كده دايبة دوب. أول ما البيض كده يختفي، بافصل كده وباشيل الشبكة باركب الكَف. علشان بعد كده هاجيب الدقيق. أنا طبعًا معايا كيلو من الدقيق. طبعًا أنا مستخدمة دقيق كحك وبسكون سُبْمُلة الفرات. طبعًا مهم جدًا إن أنتِ تستخدمي طبعًا دقيق كحك وبسكوت مخصص للكحك والبسكوت. طب لو أنا هاستخدم دقيق متعدد الأغراض، هتضيفي عليه نشا عشان تكسري عرق الدقيق. أنا هنا ما نخلتش الدقيق كله، بقيت كده كوباية من الدقيق. بعد كده ضفت معلقتين من اللبن البودر بتعزز الطعم وبتدي لون حلو للبسكوتة. بعد كده هضيف عليهم 10 جرام من البيكنج باودر، واقلب كده المواد الجافة مع بعض. بعد كده بضيف في الاخر رشة ملح، واضيف الدقيق على البيض والسمنة والسكر، وهقلبهم تقلبتين كده. ما بعجنش كتير. واول ما قلبت كده لقيت العجينة لسه ملزقة، فهضيف كوباية الدقيق اللي باقية معايا. نصيحة مني لما تيجي تعملي مقدار، ما تنزليش الدقيق دفعة واحدة. لازم تبقي كده كوباية من الدقيق على جنب، علشان لو الدقيق ضفتيه ممكن العجينة تبوظ معاكي لا قدر الله، واحنا مش في حمل خساير يعني. طبعا انا جبت كوباية من الحليب، دي نص كوباية، وهضيف نص كوباية تانية. بس علشان الكوباية صغيرة والنشادر بتفور، فضفت نص كوباية. وبعد كده ضفت نص كوباية تانية، وهلم كده العجينة بتاعتي. كده العجينة تمام، باختبرها كده بين ايديا. العجينة بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا عجينة البسكوت ما بتريحش، بنشتغل على طول فيها. طبعا انا عندي ماكينة رقم 10. التب ده ما عجبنيش، فهشتغل بالمشط ده عشان يديني الشكل المخرفش. لو عايزة النجمة الشكل ده، بس ما عجبتنيش النجمة بصراحة، فشلت النجمة وحطيت الشكل اللي هو المشط. وحطيت العجينة. شايفين العجينة بتجري جري كده في الفرامة. طبعًا أهم حاجة إن أنتِ تسيبي مسافة ما بين كل بسكوتة والتانية. طبعًا أنا بسكوت النشادر أو أي نوع بسكوت ما بادهنش الصواني خالص، لإن كمية السمنة اللي جواه كفيلة إن هي ما تلزقهوش في الصينية. طبعًا البسكوت بيدخل على درجة حرارة هادية 160، من 150 160. بيقعد معايا 20 ل25 دقيقة في الفرن. أول ما بياخد لون من تحت، بتفتحي عليه الشواية ياخد اللون من فوق، وبتطلعي أحلى بسكوت. طبعًا أنتِ ممكن تتحكمي في طول الصوابع بتاعتِك، عايزاها طويلة عايزاها قصيرة براحتك خالص. طبعًا كيلو دقيق بيطلّع معايا في حدود كيلو ونص من البسكوت. وده شكل البسكوت بعد ما خرج من الفرن. شايفين شكله ولونه؟ شكله جميل جدًا وهش جدًا وخفيف.
مش مكتوم ولا أي حاجة خالص، مقادير مضبوطة، هاطلّع لك بسكوتة حلوة جدًا ودايبة، ماسكة نفسها وفي نفس الوقت دايبة. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تبخلوش عليَّ باللايك والاشتراك في القناة.